بين الفريقين. نحن نمر الى اخر 9 دقائق انطلاق الامل عبره. محمد يحيى خطيره اماميه، فرصه الامل، جول! يسجل الامل عبره اول اهداف اللقاء، وهو هدف ياتي من اللاعب الغاني رزاق بوبكر. هنا ينطلق محمد يحيى حمدي في هجمه مرتده، ووضع الكره بشكل جميل للغاني رزاق. انطلق مكسيم ولكن بين القدمين تمر الكره من المهاجم رزاق ليحرز اول اهداف اللقاء لمصلحه الامل عبره، ليعطي احتفاليه كبيره في المدرج الشعبي وفي المقصوره، واحتفاليه لفريق الامل. لاحظ محمد يحيى هنا التمريره، انطلق اللاعب، سبق اطهر الطاهر وسبق ايضا مكسيم، وضع الكره داخل الشباك ليعلن عن احتفاليه لفهود الشمال داخل ملعب عبره في الدقيقه السادسه او 36. هدف اول في اللقاء. لعب ناريه تطلق على الدين، لمسه كره تعودت لنذار حامد الى ابو بكر كيبي، خطير ابو بكر كيبي، تصيبه والكره جول! هو البوركيني كيبي يعدل لفريق الهلال النتيجه بهدف، ووضعه داخل الشباك وبعدها الذهاب ليحتفل مع لاعبي دكه البدلاء. هنا لاحظ اللمسه من نذار حامد، انطلقت لابو بكر كيبي، وهنا صوب الكره فوق الحارس مرتضى حسن لتسكن شباك الحارس. هدف من البوركيني بوبكر كيبي، والذي يعلن عن احتفاليه هلاليه هذه المره في الشباك، وبعدها يشكر صانع الهدف نذار حامد بطريقته الخاصه بوبكر كيبي. هنا البدايه من وليد على الدين، ولمس الكره لنذار حامد، تقدم ولمح اللاعب، لمس الكره، انطلق بوبكر كيبي رغم المضايقه من عمار الدمازين، الا انه صوب كره مع تقدم الحارس ووصلت خلف الحارس وهو نحو السقوط الى الشباك. هدف للتعديل لفريق الهلال في الدقيقه 9 من زمن شوط اللعب الثاني. يمر عمار الدمازين ولكن كرة الى اندرزينو الى نذار حامد، لمسه لبكر كيبي، انطلاقا من البوركيني كيبي، تصويبه قويه من كيبي، جول! مرة ثانية كده، كانت ثاني مرة من بوبكر كيبي البوركيني يهز شباك الحارس مرتضى حسن في اقل من دقيقتين بتصويبة قوية هذه المرة في حلقة المرمى. وهنا اللمسة تحولت للبوركيني، بوبكر كيبي تقدم، رفع الرأس، صوب بقوة، والكرة الصعبة داخل الشباك. هدف ثاني للبوركيني بوبكر كيبي ولفريق الهلال. دقيقة 11 بعد دقيقتين تماما يتقدم من جديد ليسجل مرة ثانية المهاجم بوبكر كيبي في مرمى الحارس مرتضى حسن، وهذه المرة ايضا بالتصويب، لكن هذه المرة كانت عالية في سقف مرمى الحارس مرتضى حسن. الهلال يتقدم